هل عمركم فكرتوا ازاي بيتم الكشف عن المخدرات في جسم الانسان؟ اول حاجه بيتم الكشف عن المخدرات في 4 حاجات: البول، اللعاب، الدم، والشعر. النهارده هنعمل تحليل المخدرات في البول. جبناكم المعمل عشان نفرجكم ازاي تحليل المخدرات بيتعمل. يلا بينا نشوف بيتعمل ازاي. اول حاجه هنجيب عينه البول. طبعا دي الشركه اللي احنا شغالين بيها اسمها رايت ساين، وده التحليل الشريط بتاع المخدرات. ده اسمه سباعي اللي هو بيكشف عن 7 انواع تحليل المخدرات. هيتفتح كده. ده بيكون شكل شريط تحليل المخدرات اول ما بنفتح الشريط بتاعه. اللي هنغمز الشريط في التحليل بتاع عينه البول لحد العلامه اللي مكتوب عليها ماكس دي اخر حاجه. تمام، ما نعديش العلامه دي ونصبر عليه 5 دقايق ونشوف النتيجه هتكون ايه. هنغمز الشريط دلوقتي في العينه بتاع البول كده. طبعا هنشيل بقى دلوقتي الشريط كده. طبعا التحليل بتاع المخدرات بيكون عكس الشرايط بتاعه الحمل. يعني لو هو خط واحد التحليل بيكون ايجابي، لو هو خطين التحليل بيكون سلبي. وكده العينه بتاعه المريض ده بيكون التحليل بتاعها كله سلبي. كده يبقى هو ما بيشربش، ما بيتعاطاش اي حاجه انواع من انواع المخدرات. طبعا دي الانواع اللي احنا بنكشف عليها في تحليل المخدرات اللي موجود معانا في المعمل. الشريط بيكون سباعي وبيتضمن ال7 انواع دول. وبكده يكون اتكلمنا عن تحليل المخدرات، ازاي تقدر تعمله في المعمل او ازاي هو بيتعمل في المعمل. انتظرونا في فيديو جديد ان شاء الله.